مصر عاشت من فترة طويلة جدا من 80 سنة بفكرة الجمعيات الخيرية. والجمعيات الخيرية في البداية كانت مشروع للتيارات المدنية اللي ارتبطت بالتحديث في أوروبا وقتها، وكانت بتعلم المصريين في الأماكن البعيدة من مفردات الحياة اليومية لإزاي يتدبروا حياتهم في البيوت. بعد شوية لما ظهرت تيار وتنظيم الإخوان بدأ يستخدم نفس الفكرة، لأنه هو غير مبتكر، فكرة الجمعيات الخيرية، ولكن بتربية جمهور يكون تابع ليه. الجمهور ده مطلوب منه كل أول شهر يجي ياخد الحصة بتاعته من التموين أو الحصة بتاعته من الملابس أو الحقيقة انه دي فكرة ربطت الناس بالمكان اللي بيصرف عليها، فاتحولوا بشكل او باخر لاتباع، وتحول بشكل او باخر ان في مجموعة هي بتحتكر التوزيع، فبدأوا يبقوا هم السادة، والناس اللي بتيجي تتلقى هذا الدعم وهذه المعونات هو الجمهور. الخطورة ان التنظيم بدأ يغير ادواته، لان لو قلنا ان الجمعيات الخيرية دي كانت موضة اواخر القرن 19 والقرن ال20، والحقيقة ان هي جت من الفكر المسيحي، ما طلعتش من الفكر الاسلامي، لان هي ليها علاقة شوية بفكرة الخدمة. دلوقتي في كارثة الناس مش واخدة بالها منها. بدل ما تبقى جمعيات خيرية وبقت سمعتها واتكشف مصادر تمويلها ومين اللي بيسيطر عليها، بقى عندنا حاجة اسمها مراكز التنمية البشرية. وخليكم فاكرين الكلمة دي كويس، التنمية البشرية، الHR. التنمية البشرية دي مفردة من المفردات اللي اترمت، لو تفتكروا الله يرحمه إبراهيم الفقي، وكانت برضو بتبدأ من أعلى الطبقة الوسطى والطبقات العليا، واللي كانت طول الوقت بتدور إن ملهاش دور في المجتمع، فيروحوا يحضروا محاضرات مع إبراهيم الفقي، ويقرروا إنهم يشتغلوا مع مجموعات، ويروحوا يدخلوا مية في مش عارفة مكان إيه مهمش في حي المعادي، أشياء من هذا النوع. مين اللي اشتغل على الفكرة بأسرع ما يمكن؟ تنظيم الإخوان. قرروا بدل ما الشعار يبقى الجمعيات الخيرية اللي بقى شكلها وحش وريحتها وحشة من مصادر تمويلها، لا، يبقى مراكز للتنمية البشرية. مراكز التنمية البشرية دي بتعمل ايه؟ بتشتغل على النشء. ادونا الأطفال من سن صغيرة جدا، احنا هنعلمهم يعني ايه أمومة ويعني ايه أب، ايه دور الأم وايه دور الأب. هنعلمهم الفن والرسم، وهو بيعلمهم بيبدأ يحط أفكار التنظيم. بحب على راس كل الأسر المصرية، طالما أخدتوا قرار بأن انتوا تنجبوا، يعني عندكم ولاد، دي مسؤولية هتسألوا عليها لحد بلوغهم السن القانوني. ولما تقرر أن انت عشان تخلص من ابنك أو بنتك توديهم حضانة من سن مبكر، دي كارثة، حتى لو وضع المجتمع وحش، لأن ده بيلقى عليك انت مسؤولية ازاي تفكر في ترتيب يومك ووقتك وزمنك، تخلف امتى وتخلف ازاي وتخلف كام. لكن لما دلوقتي الموضة للطبقات العليا والطبقات الوسطى انها تاخد ولادهم بدل ما نوديهم النيرسري والحضانة، لا 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 لا، احنا هنوديهم حاجة علمية، حاجة شيك، اسمها مراكز التنمية البشرية. ودي موجودة في الأحياء الغنية، زي ما هي بتحافظ على شكلها الحقيقي باسمها الحقيقي الجمعيات الخيرية في الأحياء الفقيرة. بتودي ابنك وبتوديه للمجهول علشان حد يعلمه عادات ولغة وطبيعة، سلوك، حد يعلمه نمط تفكير براك. أنا بنبهك من دلوقتي، وده بعد جهد بذلته حقيقي. مراكز التنمية البشرية هي الموضة الجديدة لما يسمى الجمعيات الخيرية، وتطوير ما بين سن الحضانة والمدارس في فترات معينة، وده أكثره تابع للتنظيم وللأموال الإخوانية كحاضنة لإطلاق نشء يؤمن بأسلمة المجتمع على النموذج والطريقة الإخوانية. اللهم بلغت، اللهم فاشهد.